بتعمل نفسها حامل وبتحط الفلوس في بطنها عشان تهرب من جوزها وتروح لحبيبها، وبنت جوزها بتكون شايفاها وبيطلع الواد اللي بتحبه وبيكون معاها في الاوضه، والطفله بتكون شايفه كل ده وبيجي جوزها وبيندى عليها، والبنت بتقول له تستخبى بسرعه وبتخبي الفلوس. واول ما بيدخل جوزها البنت بتقول له ان هي معاه واحد هنا، بس الاب ما بيصدقهاش وبيمشي، وبتكون مصدومه هي عرفت منين، وبتديله البشكير وبتقول له هرب انت، وبيخرج وبيخبي وشه عشان ما يشوفوش، وبيقول لها يلا بسرعه عشان وحشتني. وبنته بتشوف ان في رجله شعر وبتقول له دي مش مراتك عشان مراتك ما عندهاش شعر في رجليها، وبيندى عليها وبيقول لها استني، وبتطلع مراته من الاوضه اللي وراه وبتقول له انا هنا، وبتكون لابسه نفس البشكير، وبيقول لها ازاي انت لسه طالعه من الباب ده، وبتقول له لا انت متهيألك. ولما بتطلب من بنت جوزها ميه البنت بتحط منهم في الميه، وبعد ساعه لما بتشربها بيلاقي ان هي يغمى عليها، وبودوها على المستشفى وبيقول لها الحمد لله على السلامه انت ولدتي طفل جميل شبهك، وبتكون مستغربه لانها اصلا ما كانتش حامل، وبيجيب لها طفل وبيديهولها، واول ما بتفتحه بتلاقي طفل لعبه وبتتخض اول ما بتشوفه، وبتقول له ده مش طفل حقيقي، وبيقول زي حملك اللي مش حقيقي، وبيديها البلاستيكيه اللي كانت حاطها في بطنها، ولسه بتقوم بتقول له خلينا نشرح لك، وبيقول لها تقدري